أشياء لا تقولينها أبد أبد للزوج. 3 أشياء لأي زوج، لأي نوع من أنواع الأزواج، ما يصير تقولونها يا الزوجات للزوج. أول حاجة، لا توصلين لزوجك مشاكل أهلك. أهلي والله متزاعلين، أخوي متهاوش مع أخوي الثاني، أهلي والله دايما علاقتي فيهم مو كويسة، أنا لما أروح عند أهلي ما أرتاح، لا 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 ما أبغى أروح عند أهلي، وأهلي ظلموني، وأهلي، وعيش دور الضحية. تدرين وش قاعدة تسوين؟ تراكي كذا قاعدة تسوين حاجة خطيرة تخلين زوجك يستهتر فيك. إذا تاريخك كذا وقيمتك عند أهلك كذا، فسهلات أستهتر فيها، سهلات. فأنت قاعدة تقللين من قيمتك، قاعدة مو بلازم الزوج يعرف. حتى لو أهلك صعبين مثلا، عالجي الأمر مع نفسك، لكن مو بلازم زوجك يعرف. ثاني نقطة، لا تبينين وتهدين زوجك عيوبك. ليه؟ عشان ما تصير عدسة تركيزه عليها. دائما الزوج ترى عادي يجي ويشوف الله ما شاء الله عليك تمام وزوجتي وعسل وكذا، ما هو عارف وش العيوب. ما هو الرجل إجمالي وليس تفصيلي. سيكولوجية الرجل إجمالية، مو زينا يا النساء تفصيلية. فإيش اللي يصير؟ اللي يصير بعض النساء هداها الله تهدي عيوبها. عندي كرشة تحتي، الله متضايقة من كرشتي، متضايقة من وزني، أوف أنفي أحس في انحراف، أوف أنا متعقدة من كبر المنطقة، هنا منطقة دي كبيرة، أبغى أنحف، أبغى أسوي، أبغى تخلي زوجها يركز عدسة التركيز عيونه على العيوب. الله يعين. إيه الله يعين. بل لو اتهمك زوجك بعيب قولي بسم الله علي وزيني وعيوني حلوة، وخليه عدسة تركيزه تجاه الأشياء الإيجابية اللي فيك. ما في بشر ما عنده عيوب، كل البشر عندهم عيوب. أنت ستعطين زوجك ما تشعرينه بنفسك من الداخل. إذا أنت واثقة، إذا أنت متقبلة لنفسك، زوجك رح يعاملك على هالأساس. ترى هذا انعكاس، ترى هذا الشيء رح ينعكس على تصرفاتك. الشخصيات والزوجات اللي عندهم من جوا رفض ينتبهون. آخر نقطة، النقطة الثالثة، لا تتحسسون. رجاء يا الحساسات تعالوا اسمعوني. بلاش من أحس ظنيت حسيت وانت. طبعا الحساسية أكيد راح يصير إيش بالمقابل؟ يترتب عليها أنك كثيرة النق والنقد والمعاتبة والمحاسبة. راقبي نفسك. كثيرة العتاب، أنت ليش ما قلت لي، أنت ليش ما سويت، أنت وأنت. أصلا لو استخدمتي الضمير أنت خلاص راح الرجل فيها يصير دفاعي. يا الله يبي يفتك من النكد. استبدليها بالتعبير عن